جئنا في المجلس بهذه الخطوة التي قامت بها أحد الإطارات الشبابية بتنظيم وقفة احتجاجية أمام الجامعة واعتصام، بحيث أن الشخص المعني بالأمر لا علاقة له بالجامعة وليس مستخدما بجامعة بالفعل. ربما أن للمرة الثانية يتم القيام بهذا الشكل، كلما أقدمت الجماعة على تنظيم أشكال احتجاجية وعلى مطالب الساكنة المتعلقة بمجالات متعددة، حقهم في التندرس ببناء داخليات أو بمطالبة الدولة بفك العزلة عن المنطقة في مجال الطرق أو في مجال وثائق التعمير. نفاجأ دائما أنه يتم التشويش على هذه المطالب ويتم تنظيم وقفات واحتجاجية أمام الجامعة من هذه الأطراف، وهذا ينم عن خدمة أجندة معينة، خصوصا لتجار الانتخابات وكذلك تجار الدين الذين يسعون إلى الانقضاض على هذه الجماعة لأهداف يعرفها الرأي العام. المجلس الجماعي كعادته ينأى بنفسه عن التدخل في الشؤون الداخلية لأي جمعية، وهو يعني حريص كل الحرص على استقلالية الإطارات الجمعية، وبالتالي لا علاقة له لا من بعيد ولا من قريب مع هذه النزيلة. كل ما هنالك أنه هناك نزاع شغل بينه وبين دار الطالب، فلهذه المسألة يعني هياكلها ولها يعني الإطارات التي يمكن أن يتوجه إليها هذا الشخص. في هذا الإطار السيد الرئيس، شنو هو الجهة المخولة باش تبت في هذا المشكل ديال النزاع؟ من طبيعة الحال كما يعرف الجميع وكما يعرف القانونيون أن هذه المسألة يمكن الطعن فيها أمام المحاكم أو يعني التوجه نحو مفتشية الشغل وكذلك السلطات المحلية. يعني اللي خصني اللي كنفهموا من تصريح ديال السيد الرئيس انك يعني تقول ان لا علاقة للسيد احمد فشات بالجماعة، وان الاعتصام الذي يجرى في هذه الاثناء امام الجماعة مجرد مناورة سياسية. شنو كتقول في هذا ابتزاز سياسي وابتزاز من أجل دفع الجماعة وحشرها وفي ملف لا علاقة لها به، بحيث أن ربما هو مستخدم في دار الطالب، وبالتالي فهذه هي الجهة الموكول لها البت في هذا المشكل. والرأي العام الآن بدأ يعرف أن حقيقة الأمور لا علاقة لها بمشكل الطرد أو غيره، بقدر ما هو استهداف مباشر للمجلس الجماعي وللهيئة السياسية التي يعني تسير هذه الجماعة. سمعنا في اخر وقفه بعد الشعارات وبعد، لاننا كجريده شتو كافانتكات جينا وقفنا ديك الوقفه. شنو هو التصريح ديالك شنو هو الراي ديالك في الشعارات اللي كانت مرفوعه امام الجماعه في ديك الوقفه؟ على كل حال كما تيقولوا الإناء يرشح بما فيه، وبدون تعليق فيما يتعلق بالشعارات، لأنه نحن لم يعني نحن أبناء النضال والساحة النضالية، وخبرنا النضال في كل مراحل يعني في كل المجالات، وبالتالي يعني للأسف أن هذه الإطارات يعني أن تكون مناضلين بهذا الأسلوب فهو مأسوف عليه ولا يمت للنضال وبقيم اليسار بأي صيغة. كابن منظمه العمل الديمقراطيه، شنو هو مثلا التصريح ديالك او التعقيب ديالك على اخر بيان ديال الرفاق؟ صراحة كما قلت لا يليق بسمعة اليسار ولا يليق بالقيم الحداثة والدفاع عن كرامة المواطنين وكذلك حقوق الإنسان،
ولا يمت بصلة يعني الحدث. ويعني كذلك أنه ذلك السب والشتم، فأعتقد أنه هناك يعني شيء غير عادي في هذه الإطارات، ولا علاقة له بما خبرته وبما عرفته من تنظيمات اليسار الجديد. آخر كلمة للرأي العام والإخوان والرفاق بصفة عامة. أطلب من الأعضاء المجلس الجماعي ومن أعضاء جمعيات المجتمع المدني أن لا تنطلي عليهم هذه اللعبة، وأن يتكتلوا وأن يرصوا الصفوف من أجل الدفاع عن يعني القضايا الحقيقية والعادلة والمشروعة للساكنة في يعني المجالات التي كنا طرحناها في ندوة صحفية سابقة، بما فيها الطرق، الماء الصالح للشرب، الواد الحار، الداخليات وغيرها من المطالب الحقيقية للساكنة. في الأخير كنشكروا رئيس جماعة القرويدي بالفعل على التصريح، وكنشكروا على حسن الاستقبال، وأنه يعني مادام أنه مقتنع باش على الأقل يعطينا تصريح في الأمر، فهذا من الأمور اللي قليلة في الحقيقة. كتوقع بزاف د المشاكل في المنطقة، كنصطدموا حنا كصحفيين بصعوبة الوصول إلى المعلومة. وكنشكرك وكنتمنى لكم حد موفق، وشكرا.